هل المرض النفسي هو نقص في الإيمان وبعد عن ربنا؟ معاكم نهلة، أخصائية نفسية. خليني أبدأ كلامي بالحالات أو بعض الحالات اللي احنا ممكن نشوفها جوه العيادة النفسية. كتير جدا بنشوف ناس مؤمنين بالله ومتدينين جدا وملتزمين جدا بعباداتهم، أيا كان ديانتهم بالمناسبة، مش بس مسلمين، ومع ذلك ممكن نلاقيهم جالهم مرض نفسي. فهل ده معناه إن إيمانهم نقص؟ الإجابة قولا واحدا لا. احنا عندنا حاجات في مخنا بتكون مسؤولة عن حالاتنا المزاجية، زي كيمياء في المخ مسؤوله، يعني بمنتهى البساطه بس كده عشان ما اقعدش ادخل في اسامي علميه كتير. عندنا حاجات ليها علاقه بمخنا بتكون مسؤوله عن حالتنا المزاجيه وانفعالاتنا ومشاعرنا. لما نتعرض لمواقف شديده جدا، ده وارد جدا، مش وارد يعني بنسبه كبيره هيحصل لنا خلل فعلا في اللحظه دي في التنظيم الانفعالي وفي كيمياء المخ بتاعتنا اللي مسؤوله عن الانفعالات بتاعتنا. اللي بيحصل ان انا ساعتها بيكون قدامي حاجه من الاثنين: يا بعد الموقف ده ان انا اكون معرض فعليا ان انا يجيلي مرض نفسي يعدي منه والموضوع يبقى عادي وطبيعي. لو فرض ان انا فعليا جالي مرض نفسي، يبقى ده معناه ان انا محتاجه ان انا ازور العياده النفسيه، مش ان انا ايماني قل بالله.